السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة أحبائي. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جديدة على قناتكم وصفات أمي شاف نايمة. الفيديو ديال اليوم مشاهدينا الكرام واحد الفيديو اللي غتعجبكم بزاف انا متاكده. كيكات رائعين يعني كيجوا لذاذ وكيجوا كل وحده تنسك في الاخرى كما كنقولوا. كيكات اللي غيعجبوكم بزاف يعني نوعت لكم اليوم. كاين الكيك اللي بالشكلاط، كيك بالكراميل، يعني كيكات اللي هما خفاف وسهلين وغير بالخلاط الكهربائي كما شفتوا في العنوان. يعني سريعين، كيكات اللي هما سريعين بزاف، كيجيو زوينين وكيجيو مفشفشين يعني وكيجيو خفاف. هي شي حاجه غتعجبكم بزاف. وإلا عجبتكم مشاهدينا الكرام ما تنسونيش من تعليق جميل وشي لايك للفيديو الله يخليكم، لانني يعني هاد الايامات راه محتاجه اللايكات ديالكم بزاف والتعليقات ديالكم احبائي، لان بغيت القناه تزيد لقدام. يعني مده طويله هذه القناه ما تحركتش، يعني المشاهده ديالها قليله بزاف. يعني باللايكات ديالكم وبالتعليق ديالكم غتزيدوا القناه لقدام. وكذلك انا كنتشجع باش نجيب لكم وصفات اللي هما زوينين ونزيدوا بها لقدام هذه القناه وفيها استفاده لنا كاملين. كنشكركم احبائي. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للكيك ديال الشكلاط راه خفيف بزاف وبنين. شوفوا كيفاش كيكون، راه بحال البونج، يعني كيجي رائع جدا غير بالخلاط كما قلت لكم، سهل وبسيط جدا. يعني مكونات كتوفر في اي منزل، يعني ماشي شي حاجه اللي هي واعره. الكيك كذلك بالكراميل، يعني هذا الكيك به وبالكراميل ديالو كله ان شاء الله نحضره في الفيديو غادي تشوفوه، غيجيكم رائع جدا. المره باش نحضروا فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو في الخلاط. الكيك اللي بالكراميل فيه 3 ديال البيضات اللي هما متوسطين على درجه حراره المطبخ، كيس ديال الفانيلا او ديروا شي القشور ديال الحامض كما بغيتو، كاس الا ربع ديال السكر ما يعادل 120 غرام ديال السكر. كنطحن هاد المكونات مزيان، ضروري تخلوهم يطحنوا مزيان في الخلاط حتى يبان لكم القوام ديالهم تفتح، ولا يعني الشكل ديالو كيتفتح على اللون كيميل شويه الابيض. هنا مشاهدينا الكرام ملي كيتخلط مزيان هذا الخير هذا، كنضيف ليه نص كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه ما يعادل 80 مليلتر او 80 غرام. ملي كنضيفوا الزيت للخليط ما كنطحنوش بزاف، يعني كنضربوا واحد 2-3 ضربات وكنحيدو. هنايا كما شفتوا الخليط غنديروا في بول فاش غنخدموا، وغادي نضيف عليه كاس ديال الحليب اللي كيكون على درجه حراره المطبخ. هنايا كنضيفوا الكاس الاول ديال الدقيق مشاهدينا الكرام، وغادي نضيفوا هذه نشا ديال الذره، يعني 2 المعالق حتى 3 اللي بغيتو ديال نشا الذره، ما بين 2 حتى 3. المهم كلشي كيدوز في الصفايه او في الغربال. صافي هنايا بالخلاط يعني اليدوي كنحركو مزيان. ودائما مشاهدينا الكرام كنضيفوا النواشف خصنا نخلطو مزيان. كنضيف عليهم يعني نص كاس ديال الدقيق، وكنضيف كيس ديال الخميره الكيميائيه. بالنسبه للكيس عندي 11 غرام. بالنسبه للمغرب ممكن نستعملوا من فئه 8 غرام، يعني كيس ونص ديال الخميره او كيس واحد. ممكن كذلك كيس ديال الخميره من فئه 8 او 7 غرام تكفي. درت رشه ديال الملحه. وهنايا كنضيف نصف الكاس الاخير، يعني 2 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض ما يعادل 220 غرام ديال الدقيق. هنا مشاهدينا الكرام، وهنا الاضافه درت الاخيره 2 معالق كبار ديال جوز الهند، كيعطيه واحد الخفه. يعني جوز الهند ما يبانش لكم في هذه الكيكه المذاق ديالو، بصح كيعطي واحد الخفه زوينه للكيك. هنا كناخذ بالنسبه لاي مول بغيتو، دائري او طويل على هذا الشكل او يكون ديال الزاج اللي بغيتو، كتدهنوا بشي ديال الزبده رشيتو بالدقيق. وهنايا كنصب الخليط ديالي في هذا المول هذا. بالنسبه لهذا المول كتكون فيه واحد 28 سنتيمتر. هنايا بالنسبه للكيك راه عائلي كيعطيكم كميه كبيره. كيكون الفران سخون كندخله على، كنشعل ليه الفوق والتحت الاسفل والاعلى بنفس الوقت على 170 درجه. خدا ليا 35 دقيقه. وهنا بالنسبه للكراميل المنزلي خديت كاس ديال السكر كما شفتوا، فقط ذوبته. يعني يكون المقله تكون شي شويه يعني غليظه بالنسبه للمبتدئين، ما تكونش يعني رقيقه باش ما يتحرقش لكم. الدرجه ديال النار تكون يعني متوسطه. كيذوب داك الكراميل، كيذوب هذاك السكر، نضيف ليه معلقه ديال الزبده وكندير ليه شويه ديال الملح كيعطيه مذاق اللي هو زوين يعني في هذا الكراميل هذا. يعني ديك الملحه كتبننو. صافي هنايا كندوبو مزيان، كيذوب هذا الخير هذا. عاد كنضيف يعني نص كاس فقط اللي درت انا ديال الكريمه السائله. ممكن تعوضوا هاد الكريمه السائله بكاس ديال الحليب وديروا فيه ملعقه كبيره ديال النشا وتضيفوها مباشره. صافي يعني نفس الشيء. ممكن ديروا واحد الياغورت، يعني فلون، هذاك ياغورت فلون كراميل، تضيفوه السكر مباشره وصافي. وهنا كتحركوه حتى كيبقى كيطيب، يعني داك كيتخلط لكم هذاك الخليط مزيان.
وكيذوب هذاك السكر اللي كيكون محجر كيعاود كيذوب صافي كيوجد عندنا الكراميل. وهنا مشاهدينا الكرام يعني هذا الكراميل كنخليه على جنب، كنصبو في هذا البول وكنخليه حتى كيبرد شي شويه على بال الكيك ما يخرج من الفرن. يعني اسمحوا لي كاين شويه ديال الازعاج ديال الدراري الصغار مع العطله، كنحاول انني نفيلمي لكم يعني في اوقات اللي يكونوا فيهم ما قدرتش غير اسمحوا لي يعني سمعتوا شي الازعاجات يعني والاغوات ديالهم. اسمحوا لي احبائي. انا بالنسبه للكيك اللي خرج من الفرن كندير فيه ثقوب، يعني هذا الكيك كيجي لذيذ بزاف كما قلت لكم مشاهدينا الكرام. كيطيب من الاسفل للاعلى في نفس الوقت على 170 درجه. خدا ليا في الفرن 35 دقيقه، كان وسط الفرن طبعا. كندير هاد الثقوب هادو كيعجبوني في الكيك لان ما كنتعذبوش ندير واحد الكيك اللي نقطعوه على جوج ونعمروه من الوسط وهذا لا. غير هاد الثقوب هادو ملي كنصبوا الخليط ديال الشوكولاته ديال الكراميل، راه درت معكم قبل الكيكه ديال الشوكولاته على هذا الشكل هذا، راه كتجي رائعه كذلك، عجبتكم بزاف. هنايا كنديروا الكراميل وكنحاولوا ندخلوا الكراميل في هذوك الثقوب. الا كنتو بغيتو مشاهدينا الكرام الكراميل يكون كتير تستعملوا يعني كاس ديال الحليب كامل مع كاس السكر او كاس ديال الكريمه باش يكون عندكم باش تزينوا الفوق. انا بقى عندي واحد شي معلقه ديال الكراميل هكاك فهذاك البول مزيان خويته مزيان يعني باش ندهن به الفوق ديال اللوجه ديال الكيكه. وهنا درت شويه ديال اللوز اللي عندي كان محمر يعني يكون كاسي ولا بقشور ديالو، يمكن هذا كاع لان درته بالقشور ديالو. ودرت عليه شويه ديال الكوك من الفوق. هنا زينوا باش ما بغيتو اللي كيتوفر عندكم. ممكن كذلك تستعملوا شويه ديال المربى من الفوق باش تزينوا، يعني الا بغيتو يعطيكم مذاق اخر. وديروا عليه شويه ديال الكوك، يعني كيبقى لكم الاختيار ديالكم. كيكه رائعه كتجي بنينه بزاف. بالنسبه للاقتراح الثاني كذلك كيجي رائع جدا، الكيكه ديال الشكلاط. 3 ديال البيضات متوسطين مع كاس ديال السكر، شويه ديال القشور ديال الحامض. ممكن يعني القشور ديال الحامض تضيفوه في الاخير ماشي مباشره، انا درته معه مباشره. ملي كيطحن داك الخليط مزيان مزيان كنضيفوا عليه نص كاس ديال الزيت النباتيه ما يعادل 80 غرام ديال الزيت. من بعد مشاهدينا الكرام كتشوفوا الحليب كاس الا ربع ديال الحليب كذلك. ان شاء الله كلشي هاد المكونات غنحطهم لكم في صندوق الوصف. كنطحن مزيان هاد الخير صافي وكنحيدوه. هنا كيكون واجد عندنا، شوفوا القوام ديالو كيكون مطحون مزيان. صافي رشه ديال الملحه. الكاس الاول ديال الدقيق الابيض 110 غرام كيكون مغربل، كيكون يعني ودوزو في الصفايه. المهم الكاس الثاني كذلك وكنحركو مزيان. كل مره ضفنا الدقيق نحركو مزيان. فقط انا كنصر على فيديو باش ما تجيكمش طويله. هنايا ربع كاس يعني 2 كؤوس وربع ديال الدقيق و2 خمارات كيميائيين يعني وزن اللي بغيتو يا 16 يا 18. المهم 2 خمارات من كل خماره الا فيها 8 غرام راه هذيك يعني 2 ديال 16. ممكن تستعملوا حتى ديال 3 اللي عجبكم نتوما، كيبقى لكم الاختيار من 2 حتى 3 الخمارات. خديت هذاك المول اللي شفتو ودهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وصبيت فيه الخليط 3 ل 4 ديال الخليط. هنا الخليط اللي بقى يعني الربع اللي بقى ضفت ليه ملعقه كبيره ديال الكاكاو المور مع معلقه ديال الحليب ولا الماء اللي بغيتو. ممكن هنايا وانا غنضيف واحد الاضافه كتعجبني في الكيك، هي ملعقه كبيره مملوءه جيدا ديال الشوكولاته الدهن. يعني الا بغيتوش ديروا شوكولاته الدهن ممكن تستعملوا 2 معالق كبار ديال الكاكاو المور وتضيفوا عليهم يا 2 معالق حليب او 2 معالق ماء وتخلطوا الخليط ديالكم. بصح بشوكولاته الدهن كيجي رائع كيك اللي كيعطي يعني ملي تذوقوه كيكون فيه ريحه البندق، ريحه داك الشكلاط. يعني ملي كيكون نوعيه جيده الشكلاط كيعطيه واحد المذاق واحد الريحه رائعه. ممكن ديروا 2 معالق كبار شكلاط فقط. الفرن يكون سخون، غنزل الدرجه ل 170، غنديروا وسط الفرن غيطيب فقط من الاسفل لمده ديال 30 دقيقه. وغادي نضيف عليه الاعلى، يعني غنخليه تاني من الاعلى والاسفل يكمل الطياب ديالو. بالنسبه لتحت والفوق في الاخير خدا ليا 15 دقيقه، يعني خدات ليا 45 دقيقه في الفرن. هنا فقط كنجيب سكين او شي حاجه يعني باش تحركوا هذاك الشكلاط كديروا كدوائر صافي. وملي كطيب كنخرجوها، ولكن قبل ما تخرجوها يعني ديروا شي قطيب يعني ديال العود ولا كيردون، لا جربوا واش طاب الكيك ديالكم. الا طاب تخرجوه، ولا باقي لكم فيه العجينه في القطيب راه كتخليوه مازال يطيب شي شويه. وان هاد الكيكه راه كتجي رائعه. احبائي انا ما دهنش مزيان المول، فقط وريتكم باش تشوفوا. كاين بلايص اللي ما دهنوش مزيان بالزبده وسقات ليا الكيكه فيها، يعني ماشي مشكل. انا فقط وريتكم غير دهنوا المول ديالكم مزيان بالزبده والشو بالدقيق.
انا زينتها بشوكولاته الدهن كذلك، يعني ممكن واحد الياغورت بنكهه الشوكولا او الكراميل، او ممكن ديروا يعني تذوبوا شويه الشوكولاته مع الحليب. كل واحد يدير الاختيار اللي بغاه في التزيين. انا غادي يعني ندهنها بعد ما بردات مشاهدي الكرام، يعني خصها تكون بارده. بالنسبه لهذا الكيك راه عائلي، كيكون كبير كذلك، كيعطيكم كميه كبيره. انا في الدار، هنا في الدار يعني الفطور كنديروا للدراري كيبقى عندهم حتى 3 ايام، يومين 3 ايام، يعني كيعطي كميه كبيره. كنقطعوا كنديروا في لي بواط وكنديروا معاه في الثلاجه العاديه، كيبقى فيها كل صباح كنجبد شويه يعني باش كيفطروا في الصباح. يعني كما قلت لكم راه عائلي. هنا كندهن كل هذا الخير بالشكلاط، وغادي نزينو بالشوكولاته من الفوق، يعني اي حاجه. عندي شوكولاته فيغميسيل هذيك اللون مفتوح شويه كنزين به من الفوق. صافي هنايا غادي نمروا باش نحضروا احبائي الكيك الثالث. شوفوها رائعه رائعه ملي كطيب، والريحه ديالها كتجي بنينه بزاف. انا بالنسبه للوصفه الثالثه، واحد الاخت ديما في القناه مسكينه كتقول لي ديري لينا كيكات اللي كيكونوا بالزبده، يكونوا هماويين، يكونوا. اليوم غادي ندير، غنبدا معكم ديما واحد الكيك في الكوتي، يكون بالنسبه للناس اللي كيطلبوا الكيك اللي كيكون زوين، يعني يعني كيكون فيه مكونات اللي هما غاليين او كتار. غادي هاد الكيكه هادي راه رائعه مشاهدينا الكرام، فيها اللوز. غادي ناخذ 2 معالق ديال السكر، 2 معالق ديال الدقيق، 2 معالق ديال الزبده، يعني 20 غرام من كل حاجه. صافي، والزبده ما تكونش دايبه. وهنايا خديت شويه ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو، يعني اللوز اللي هو محمر في الفران بالقشره ديالو، وضفت ليه بحال تقريبا نقول لكم 2 معالق ديال اللوز كبار، ومعلقه ديال الكركاع، يعني الكركاع ما محمر ما والو، اللوز فقط اللي محمر. وهنا كنحاول انني كنرملهمش هكا على هذا الشكل هذا، وغادي نخليهم في الكونجيلاتور، يعني في المجمد، حتى كنوجد الكيك يشد مزيان باش ما يذوبش ليا من الفوق ديال الكيك. ضروري ندخلهم للمجمد. وبالنسبه للكيك، يعني كيكه ديال اللوز رائعه غير بالخلاط كما قلت لكم، كلشي ساهل في هذه السخونيه. راه جبت لكم يعني وصفات اللي دغيا دغيا ما توقفوش في الكوزينه. 3 ديال البيضات متوسطين على درجه حراره المطبخ. غادي نضيف لهم مشاهدي الكرام كاس ديال السكر سنيده، يعني السكر حبيبات. وغادي نضيف الربع الاخير، يعني كاس وربع ديال السكر، ما يعادل 200 غرام ديال السكر سنيده او السكر حبيبات. رشه ديال الملحه. نطحن على خير مزيان. اي كيكه درتوها يعني لا فيديو ديال اليوم، اي كيكه مشاهدي الكرام حضرتها معكم فقط كنسر على فيديو، راه كنطحن مزيان البيض والسكر حتى كيتخلطوا مزيان باش يجيكم كيك زوين، ويكون عالي في الفرن، ويجي مفشفاش ويجي خفيف. طحنوا مزيان المكونات، كنطحنهم مزيان مزيان حتى يتفتح اللون ديالهم، وكتشوفوا القوام راه كيبدا يطلع. هنا مشاهدينا الكرام، من بعد ملي كيطحن مزيان هذا الخير، غادي نضيف عليهم 100 مليلتر ديال الحليب، ما يعادل يعني كيفوت النص بشويه، يعني النص كيفوت بشويه، تقريبا معلقه كبيره. يعني كديروا نص ديال الكاس اللي ما عندوش الميزان، وكيضيف عليها معلقه كبيره زائده ديال الحليب، هي 100 مليلتر. كنضيفوا يعني ملي كنضيف الحليب ما كنخليهش يتخلط مزيان مع البيض، غير شويه، واحد 2 3 ضربات كنحيدو من نسكت الميكسور. هنا كنضيفوا الدقيق الابيض الكاس الاول، وكنحرك مزيان. مشاهدينا الكرام، دائما كنحركوا الدقيق الا ضفناه وكيكون مغربل ضروري باش ما تجيناش كيكه مدقسه. وكنضيفوا الكاس الثاني. انا غير كنصر على فيديو كما قلت لكم، ولكن شاك فوا كندير كاس ديال الدقيق، يعني كنضيف الدقيق تدريجيا، كنحركو مزيان. بالنسبه للزبده ذوبتها، خليتها حتى بردات، عطاتني كاس الا ربع ديال العنبه، كاس العنبه، يعني 150 غرام ديال الزبده كتكون دائبه، يعني كنقيسوا 150 غرام وكندوبوها، وما نضيفوهاش حتى تبرد. هنايا ملي بردات ضفتها للخليط، كيولي الخليط كريمي، كيعطي واحد القوام زوين ملي كنضيفوا الزبده. هنايا ضفت رشه د الملحه، وغنضيف 3 القطرات ديال يعني كما كنقولوا روح اللوز او نكهه اللوز. هنايا مشاهدينا الكرام، بالنسبه للوز اللي حمرت في الفران، انا استعملت 120 غرام ديال اللوز اللي هو محمر بالقشره ديالو ومهرمش، وضفت عليهم 30 غرام ديال الكركاع كذلك اللي هو مطحون مهرمش بلا ما محمر في الفران، يعني مهرمش مباشره، يعني يكون كاسي. وهنايا كيعطيكم بالكاس العنبه، كاس الاول والثاني، يعني كيبقى لي شويه كاس، والثاني كاس الا ربع، يعني 2 كؤوس الا ربع. وهنا مشاهدينا الكرام، ممكن يعني تستعملوا غير اللوز بوحدو، يعني ما بغيتوش الكركاع ما تستعملوش، كيعطيها واحد البنه اللي هي زوينه. يعني ماشي كميه كبيره ديال الكركاع، يعني 30 غرام حتى 40 غرام اللي عجبكم،
ولا يعني ديك 150 غرام نديروا فيها خليط بين الكركاع واللوز. واخا يكونوا غير 10 ديال الكركاعات كيعطيو مذاق زوين، انما كاش كيتوفر فقط اللوز اللي كيكون محمر في الفران. كتخليوه يعني على درجه ديال 150 من الاسفل للاعلى لمده 15 دقيقه بشويه عليه تيتحمر، باش من الداخل يجيكم المذاق ديالو زوين الا كيكون مهرمش. وضفت كاس ونص ديال الدقيق، وضفت واحد الساشي ديال خميره كيميائيه، يعني الساشي 8 غرام يكفي. وهنا كنضيف معلقه، يعني خدا لي 3 الكؤوس ونصف ديال الدقيق، وضفت عليهم ملعقه في الاخير ديال الدقيق الابيض. ممكن يعني تكتفوا غير 3 الكؤوس ونص ديال الدقيق الا شفتوا بالخليط ديالكم كيتقال. غير بعد اختار على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، يعني من 3 الكؤوس ونصف. والا شفتوه خفيف شويه زيدوا ليه معلقه في الاخير. المول مشاهدينا الكرام فيه 26 سنتيمتر، مدهون بالزبده ومرشش بالدقيق. هاد الكيك راه عائلي، ديروه في 24 سنتيمتر 26 حتى 28، كتجي كيكه اللي هي عائليه. صافي هنا كنقاد يعني كنصب الكيك في الخليط في المول المدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. وهنايا غادي نجيب يعني هذاك الخير اللي كنت خدم درته في المجمد باش نزين به الفوق ديال الكيكه. الفرن ضروري يكون سخون. غنحطوا هذا الخير في وسط الفرن على 160 درجه من الاعلى والاسفل، كطيب على 35 دقيقه، يعني على 160 درجه من التحت والفوق لمده 35 دقيقه. كتجربوها الا خرج لكم العود ناشف راه طابت. يعني مشاهدي الكرام مع المونتاج يعني غير سمحوا لي، راه هاد الكيكه يعني درت لها المونتاج ديالها ووريت عليكم التزيين ديالها، وعاوتاني وريت عليكم هي يلاه طيبه. يعني ضروري يعني كنديروا حاجه بحاجه، كندير حاجه بحاجه. يعني غير تخرج كيكه من الفرن كنكون وجدت الاخرى باش نطيبها، يعني باش هكا الفران يبقى سخون وانا نكمل الشغل ديالي بكري. القرمشه مشاهدينا الكرام كنديرها كلها من الفوق، كتجي زوينه القرمشه بنينه عندها. يعني الكيك ديالكم واخا يبقى يومين 3 ايام في الثلاجه كيبقى القرمشه الفوق كتكون مقرمشه، وملي فيها شويه ديال الكركاع كتجي بنينه بزاف. هنا صافي راه كملت، جمعت المواعن، غسلت هذاك الشيء كامل. شفتوا الكيكه كتخرج يعني طايبه 35 دقيقه. دوزات في الفرن صافي. هنا كنقلبها مباشره وهي سخونه. هذه درتها في البلاطو، غادي نقلبها وغادي نحطها في يعني في هذاك الطبسيل ولا الكرتون هذاك ديال التقديم، اش سميتو كاع. صافي هنا كيكون الكيك عندي واجد. يعني كنخليه حتى يبرد. هاد الكيك بزاف كيبغي يبرد. انا بزاف ديال الاوقات كنقدم معكم الكيك يعني كنقطعو معكم سخون. هو راه من الاحسن يكون الكيك اللي يبرد، كيعطي واحد المذاق وكيعطي واحد الخفه بزاف زوينه. ساعه حتى ساعتين كيجي الكيك بارد كيجي زوين. قطعت هاد الكيك ديال الكراميل كيجي على هاد الشكل هذا، يعني عطاني كميه كبيره. راه مازال خليت في الكوزينه يعني شي 8 ولا 10 ديال يمكن لي طرونش يعطاني، يعني كيعطي كميه كبيره. صافي هنايا غادي نقطع معكم باش تشوفوا احبائي. بالنسبه لهاد الكيكه د اللوز رائعه. انا الا بقى ليا فيها عرفتاش كندير لها، كندخلها المجمد، كنديرها في كيس بلاستيكي وكندخلها المجمد ولا فين بواط كذلك في المجمد. تما بغيتها كنجبدها كتجي بنينه، يعني فيها الريحه ديال اللوز وداك الخير كتجي رائعه بزاف. انا من عشاق الكيك ديال اللوز، لي طارت ديال اللوز، يعني اي حاجه فيها اللوز والكركاع كيعجبني. بالنسبه للكركاع اللي الناس اللي كيتبعوني في بلايص اخرين هو الجوز، غادي نحط لكم في صندوق الوصف يعني الكركاع هو الجوز احبائي. صافي شوفوا خفيفه خفيفه خفيفه، عرفتي واحد المذاق عندها والريحه ديال اللوز. شهيتكم غير وجدوها وخلوا لي شي تعليق زوين، راه رائعه احبائي. الكيك ديال الشكلاط كذلك شتي كيف يجي خفيف عرفتي بنين. الريحه ديال هذاك الشكلاط ديال الدهن كيعطي فيها واحد المذاق بنين بزاف مشاهدينا الكرام. وبالخلاط يعني الكهربائي كتجي زوينه زوينه بزاف خفيفه. وكذلك الكيك الكراميل منعش، يعني فيه ديك البنه الكراميل الداخل وداك المذاق زوين بزاف. كنتمنى احبائي تجربوا هاد الوصفات هادو، راه الوصفات اللي هما رائعين جدا. يعني خدمتهم معكم من قلبي، انا فرحانه نهار غنحط هاد الفيديو كنكون فرحانه باش تشوفوا هاد الوصفات. شوفوا ما شاء الله كيكون الكراميل من الداخل شاد وزوين. كنفرح ملي كيعجبوكم وكيوصلوني التعليقات ديالكم عجبنا الكيك عجبنا هذا. كنفرح بزاف كتشجعوني باش نكمل في القناه، لان بعض المرات يعني كان نرجع اللور لان القناه ما خداتش حقها.
كما يجب، ولكن الصبر زوين. ربي ان شاء الله يجيب الخير ويحلنا ببال الخير لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. كنشكركم احبائي بزاف على حسن المتابعه ديالكم، وغادي نخليكم حتى الفيديو الجاي وصفات جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.